الدين من المحتاجين والمتضررين والنازحين واللاجئين، ولا سيما في فلسطين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، ولا يجدون ما يقيهم عواصف الشتاء الباردة من لباس ودواء وغذاء وكساء إلا ما تجود به أيدي إخوانهم في الله. فالله الله عباد الله، وأنتم تعيشون الأمن والرخاء، أسهموا في تخفيف آثار هذا الشتاء القارس على إخوانكم، وذلك بغوثهم عن طريق المؤسسات الموثوقة والمظلات المأمونة لتنالوا الأجر العظيم من المولى الكريم سبحانه. نسأل الله أن ينزل من لطفه ودفئه على المستضعفين والمتضررين في كل مكان، إنه جواد كريم. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا أمركم بالصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله، فقال في محكم قيله وأصدق تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ذوي الشرف الجليل والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد وجميع ولاة المسلمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وسدد رميهم ورأيهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين واحقن دماءهم وكل المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم اجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم طهر المسجد الأقصى من الصهاينة المحتلين الغاشمين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وانصرهم على من بغى عليهم يا خير الناصرين يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. اللهم لك الحمد
حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله